يا هلا ومليون هلا بالحبايب اخواتي وحبايبي في الله. يلا بينا نبدأ بقى شوية توفير بقى وسلسلة دخول الشتاء. وهنعمل مع بعض عجينة هنطلع منها كذا صنف تنفعنا بقى ايام الشتاء. وبصراحة في كلمتين محشورين في زوري كده عايزة اقولهم لشخصية ما. هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت كل يصلي على النبي ويدوس لايك للفيديو. عندي شوية مية دافية بضيف عليهم معلقتين كبار من السكر وبضيف عليهم كيس خميرة فورية وبقلبهم كويس جدا كده مع بعض لحد لما السكر بتاعي يدوب. وبعدين بغطي الكوباية بتاعتي دي على جنب لحد لما الخميرة تتفاعل. ده دقيق قمح يا جماعة، الناس اللي في الصعيد او الناس اللي في الفلاحين ده دقيق قمح. انا كان عندي شوية دقيق كنت جايباها من ست الوالدة ربنا يبارك لي فيها ويديها الصحة وانا جاية من البلد. ففضلوا حبة كده اقل من 2 كيلو. قلت هعملهم شوية قراقيش بس زي الكتاب ما قال. هنا عندي معلقة صغيرة ملح مليان على اخرها عشان دول حوالي 2 كيلو الا ربع. وعندي كيس خميرة فورية تمام. وعندي قلت معلقتين سكر في الاول. وعندي كيس بيكنج باودر وعندي شوية سمسم. كلنا عارفين السمسم مفيد وجميل. هنا حطيت حوالي نص كوباية سمسم وحطيت معلقتين حليب بودرة كبار وحطيت معلقه صغيره من الملح مليانه على اخرها ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. طبعا هنا حبيت ان انا اشغل الهاند بلندر بتاعتي. هاند بلندر ما تركزوا يا جماعه. حبيت اشغل العجان. بصوا ما تاخدوش عليا انا، بصوا بايد فاصله. الناس اللي بتقول لي يا بسمه يعني في كلمات او بقول على حاجه وهي مش حاجه بتكون في ايدي، يا جماعه حرفيا مبقتش في تركيز عندي بربع جنيه. الحمد لله على كل حال. هنا عندي كوبايه كبيره مليانه على اخرها عاملاها. عايزه القراقيش بتاعتك مبسوسه حلو كتري فيها السمنه وقللي الزيت. عايزاها وسط زي حالاتي حطي 3/4 كوبايه سمنه والربع التاني زيت. عايزاها ناشفه مش مبسوسه حطي زيت، نص زيت ونص سمنه. حطيت السمنه واديتها لفه كده على السريع من غير ما احط ميه ولا اي حاجه. وبعدين هنزل بالخميره اللي هي بالسكر وهنزل بمعلقه خل صغيره وهنزل بالميه الدافيه. وبالمناسبه الدقيق برضو كنت حاطه فيه معلقتين كبار سكر. يبقى معلقتين كبار سكر على الدقيق مع معلقه صغيره ملح مليانه على اخرها مع معلقه صغيره من البيكنج باودر مع خميره وسكر متدوبين في فنجان ميه مع معلقه صغيره من الخل تمام. ومعلقتين حليب بودره ونص كوبايه سمسم. عجنت ده كله مع بعض قسمتها على 2 لان العجينه زي ما قلت حوالي 2 كيلو الا ربع. وبدات ان انا المها بعد ما اتعجنت كويس. ده دقيق قمح مش الدقيق الفينو او الدقيق اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت اللي بيبقى لونه ابيض وحلو وهش. لا ده دقيق قمح يا جماعه مطحون وفي نسبه او نسبه قشور من القمح مش مطحون كله زي الدقيق الابيض او الدقيق الفاخر زي ما بيقولوا. تمام. هنا بقى ده اول نوع دهن انا الصينيه كويس قوي. ده اول نوع بالسمسم. هبتدي ان انا ساده. هي فيها سمسم العجينه جميله. السمسم جميل بيديها ريحه وبيديها طعم حلو جدا. وفوائد السمسم لا تحصى ولا تعد. فوائد السمسم حلوه قوي. هبتدي اول جزء قطعته زي ما انتم شايفين او اول صاج معايا كان بالسمسم عادي تمام ما فيهوش اي حشو. تاني نوع كان عندي قطعة ملبن صغيرة في التلاجة فقلت هحشيها ملبن. بصوا بقى عايزة اقول لكم على حاجة. الناس اللي مثلا احنا عملنا وصفة اقتصادية لا هي الطماطم دي مش بفلوس. بقول لكم مثلا جبت كيس مكرونة مثلا وكان عندي واحدة بصل وواحدة طماطم وعملتها بالصلصة مثلا يعني زي الحاجات اللي احنا بنعملها في القناة. اولا القراقيش تشكيلها ما فيهوش افتكاسة يعني والفيديو موضح. بس عايزه اقول لكم على الكلمتين اللي محشورين في زوري فيه بعض الناس تدخل يعني انت الطماطم دي مش جايباها بفلوس، البصل مش يا جماعه بفلوس وكل حاجه. بس احنا بنحاول يعني نسهل على نفسنا بنحاول ندير حركتنا. في ناس يا جماعه والله العظيم بيكون عندها خضار وعندها بقوليات ما تعرفش تعمل اكل من غير لا لحمه ولا فراخ.
طبعا الناس ظروفها غير الاول، فاحنا بنحاول نداير حركتنا بالموجود. في بنات بتكون لسه متجوزه جديد، في بنات ملهاش في المطبخ قوي، فاحنا بنداير حركتنا. احنا لما نعمل حاجه حلوه، لما عملت حته العجينه وحطيت عليها وحدتين طماطم وزيتون وفلفل، وايه الافتكاسه دي؟ ما بيتزا يعني، ايه الجديد اللي عمل؟ هو مش جديد ولا اي حاجه، بس معروف. يعني انا بشوف ناس كتيره قوي يوتيوبر، او انا لما بكون واقفه عند البقال او في السوبر ماركت، ناس كتيره بتكون عشان تعمل بيتزا يا جماعه عامله لسته قد كده، عايزه زيتون اخضر وزيتون اسود وجبنه ميكس، وعايزه جبنه موتزاريلا ومش عارف ايه، ولازم حشو. والله انا بشوف ناس بتيجي تعمل بيتزا بتكلفها مبلغ وقدره، وفي الاخر بيتزا. واللي عملناها بحبتين طماطم وحبتين فلفل وشويه زيتون وجبنه صغيره، كانت برضو بيتزا، وكان طعمها اقسم بالله في منتهى الجمال. لان التوفيق في كل حاجه في حياتنا، مش شطاره شيف او شطاره بسمه او شطاره حد غير بسمه. اي حاجه حلوه في حياتنا، او يعني اقول لكم إيه، اي توفيق في اي عمل، سواء اكل شرب، في اي حاجه، دي من عند ربنا سبحانه الله وتعالى. يعني ممكن حد يكلف حاجه جامد جدا وما يطلعش طعمها حلو، وممكن حد كده برضا وذكر الله، وان انا بعملها وانا راضيه وبعملها بحب، تطلع في منتهى الجمال وحاجه بسيطه جدا جدا جدا. بس فبلاش نصعبها على نفسنا. الواحد بيطلع يحاول يدي طاقة إيجابية، بيحاول يسهل على الناس الحياة اللي هي فيها. يعني أنا يوم ما بقول وشوية حاجات موجودة في كل بيت، بتكون حاجات بسيطة، لأن أنا ربنا العالم أنا قدر، يعني أنا بقدر ظروف الناس وحاسة بظروف الناس، كلنا واحد. أنا عاملة القناة دي يا جماعة، يمكن القناة اللي قبل دي اتهكرت. انا عامله القناه دي من 9 سنين، وانا عند مبدئي، يعني من ايام الدنيا ما كانت رخيصه، وانا كنت بقول اكلات على قد الايد مع بسمه. فانا بعمل كده عشان نسهلها على بعض، ندي شويه طاقه ايجابيه لبعض. عمري ما جيت طلعت شويه سوسيس ولا طلعت لحمه ولا فراخ وقلت اللي موجودين في تلاجة كل بيت. في ناس بتعمل الوصفه وتقول لك دي موجوده في كل بيت، بس فعلا بتكون مكلفه جدا. انا يوم ما بقول كده بتكون على حاجات بسيطه، فنسهلها على نفسنا. عشان ايه؟ عشان تسهل. زي ما انتوا شايفين، كل اللي انتوا شايفينه ده من عجينة واحدة، كانت خطيرة. بصوا بقى، عملت السادة اهي جميلة وزي الفل، وعملت اللي هي صوابع، اللي هي القراقيش. تمام، عايزة تنشفيها عن كده سيبيها في الفرن، بس انا البنات بيحبوها طرية شوية. وعملت اهو زي ما انتوا شايفين كده، جميله وهشه وتحفه. دي الساده اللي كانت مدوره العادي، ودي القراقيش اللي هي الصوابع. نيجي بقى للقمر ده والله شويه ملبن، انتوا شفتوهم قد ايه كانوا قليلين كده. وكان عندي عجوه، ما رضيتش احشيهم عجوه عشان ايه؟ ما حدش يقول لي طب والعجوه ومش عارف ايه، قلت اعملها باقل الامكانيات. اللي بالملبن دي خطيره. بصوا دي بقى حشيتها شويه جبنه بيضه، بجد رهيبة. دول بقى بيبردوا وبيتحطوا في اكياس او في علب في الفريزر. قبل ما بستخدمهم بطلعهم بيفكوا من غير مايكروويف ولا فرن. طلعيها قبلها بساعة ساعتين بتلاقيهم مسخسخين وكأنك لسه مطلعاهم من الفرن حالا. حلوين جدا بقى في كل حاجة. لانش بوكس ممكن تحطي منهم، فطار غدا عشاء، كوباية شاي بلبن، تحفة. جوع اخر الليل، جوع اول الليل، السقعة، الشتاء. بصوا عمليين وحلوين في كل وقت وفي اي وقت، حلوين جدا. دول اقل من 2 كيلو يا جماعة، وعملنا منهم تشكيل حلو ولذيذ جدا. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تبخلوش عليا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد على قناتي. واشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتيرة. مع السلامة.